السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا دكاترة؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم شريف رضا، طالب بكلية الطب في جامعة المنصورة دفعة 2023. النهاردة بإذن الله هنتكلم عن فيديو مهم جدا هيفيدكم كلكم بإذن الله. هو أهم فيديو على القناة، لأننا هنتكلم عن أهم مادة في ثانوية عامة واللي بعتبرها أصعب مادة في ثانوية عامة. وهي مادة العربي. مادة العربي مادة عليها 80 درجة، فبالتالي وكمان هي أول مادة، فبالتالي لازم أنت تكون يعني لو أنت حليت فيها كويس بإذن الله هتديك طاقة إيجابية وتديك دفعة إن أنت بإذن الله تكمل في بقية المواد. وتحل كويس وتجيب أقصى ما عندك، يعني لأن خلاص أنا كنت بعتبر لو أنا عديت العربي بسلام يبقى إن شاء الله بقية المواد هحل فيها كويس. طيب النهاردة بإذن الله هنتكلم عن كل الفروع: نحو، أدب، بلاغة، نصوص، قراءة متحرر. تذاكرها إزاي؟ تلخصها إزاي؟ تحل عليها إزاي؟ اعذروني الفيديو هيطول شوية، ولكن كل ده لمصلحتكم. أنا بحكي لكم تجربتي وتجربة ناس زمايلي في كلية الطب. ما شاء الله، يعني واحد صاحبي جايب 79 والتاني جايب 76.5. يعني والله بحكي لكم، يعني مش تجربتي لوحدي، تجارب ناس صحابي. ولكن يعتبر أقل درجة في مجموعي هي كانت العربي. أكبر مادة نقصتني هي العربي، كنت ناقص فيها 8 درجات ونص. تمام. فأنا هقول لكم على الأخطاء اللي أنا وقعت فيها وإيه هي النصائح اللي صحابي قدموها لي في كل الفروع. طيب نبدأ بأهم فرع وهو النحو. النحو أكبر فرع. طيب نذاكره إزاي؟ قلت لك النحو ده لازم أنت تكون داخل الامتحان وأنت ضامنه 100%. تمام؟ أنا كنت بذاكره إزاي؟ أنا كان معايا كتاب كيان. تمام؟ كتاب كيان ده يعني اللي بيذاكر منه هيعرف إن أنا بقول إيه. أنت المستر شرح لك القاعدة، تمام، فهمتها، هتروح تحفظ القاعدة. تمام، لازم تحفظ القاعدة، من غير حفظ مش هتعرف تحل. تمام. بعد ما تحفظ تروح تحل. تمام. طب انت هتقول لي انت كنت بتلخصها ازاي؟ هقول لك انا الصراحة ما كنتش بلخص، انا كنت معتمد على كتاب كيان. كتاب كيان كان بيجيب الحاجات الشاذة في القاعدة ديت، وكان بيفرق لو في قاعدتين قريبين من بعض ولا حاجة، فبالتالي كنت انا بعتمد عليه. يعتبر هو كان ملخص نفسه. تمام. كان بيتوسع جدا في النحو، يعني كان بيديك معلومات إضافية لو المستر ما شرحهاش روح اسأله فيها. تمام. لو قالك القاعدة دي مش مهمة خلاص يعني انساها. بالإضافة كمان لأن أنا كنت بذاكر من كتاب كيان، أنا كنت شغال. المدرس اللي كنت بروح عنده كان ما شاء الله، يعني كان بيشرح لنا النحو بطريقة كويسة جدا، وكنت بنقل وراه. وهوريكم دلوقتي أنا يعني مش خطي مش حلو قوي، ما تتريقوش وكده، ولكن هوريكم اللي أنا كنت كاتبه. أهم القواعد زي مثلا الممنوع من الصرف، زي مثلا الجمل التي لها محل من الإعراب، والجمل التي ليس لها محل من الإعراب. كلا وكلتا. تمام. النائب عن المفعول المطلق، كل دي قواعد مهمة لازم انت تتأكد عليها. ودي طبعا الكراسة لو انتوا يعني شايفين. طب انت ما لخصتش ولا ما عملتش كل حاجة من دي، يا عم ابدأ من دلوقتي. زي ما بقول لك انا كنت برضو بعتمد على كتاب كيان اهم حاجة، ولكن القواعد المهمة اللي ليها شواذ كتير كنت بأكد عليها. تمام. وكنت بكتبها وبكتب مثلا لو ليها علاقة بقاعدة تانية ولا حاجة. انت لسه معاك وقت يعني بإذن الله. طيب بالنسبة للحل، أنا كان معايا طول السنة كتاب الامتحان وكتاب كيان. تمام. بص، امتحان النحو في كل السنين تمام مش هيطلع لك من أي كتاب أنت حليت منه. فاهمني؟ يعني مش هيجيبوا نحو جديد، ما هوش مثلا قراءة متحررة ولا نصوص، لا ده قاعدة عليها أسئلة، وأنت يعني ممكن يلعبوا لك في السؤال شوية، ولكن لو أنت عارف القاعدة هتعرف تحل. أحل في سؤال صعب قابلني، أقوم رايح حاطط جنبه علامة أنا غلطت فيه ليه، مثلا حله إيه، عشان في ليالي الامتحان الموضوع ده هينجز معاك جدا. طب أنت ما عملتش كده من أول السنة، أقول لك برضو اعمل دلوقتي في المراجعة النهائية. كل سؤال النحو مثلا يقابلك حط جنبه علامة، انقله في كراسة بره على حسب ما ترتاح. تمام. وليالي الامتحان الحاجات دي هتفيدك جدا 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 بإذن الله. أنا النحو كنت طالع منه الحمد لله ما عنديش ولا غلطة. الحاجة الوحيدة اللي مضمونة بنسبة 100% هي النحو بإذن الله. بالنسبة بقى للأدب، برضو هكلمكم عن ازاي تذاكروه وتلخصوه وتحلوا عليه. في الأدب المدرس بيشرح لك مثلا درس الأدب المدرسة اللي عليك. تمام. بعد ما تفهمها برضو لازم تحفظ سمات كل مدرسة، لازم تحفظ أهم الشعراء في المدرسة دي، عشان لو جاب لك برضو على بداية النص تعرف المدرسة، تعرف الشعر ده تبع مدرسة ايه، وتحل بكل سهولة بدل ما تتعب يعني في الحل وكده.
تمام. يبقى في المذاكرة لازم انت تكون حافظ. تمام. هتقولي طب بالنسبة للتلخيص، اقول لك التلخيص اهم حاجة في التلخيص. تكتب سمات المدرسة دي من حيث المضمون، تمام، وسمات المدرسة دي من حيث الشكل، تمام، واهم الشعراء فيها. ولو في شاعر متميز زي مثلا الشاعر احمد شوقي في المدرسه الكلاسيكيه، كان بيقول لك بيهتم بالشعر الاسلامي، لا ومش عارف يهتم بالمخترعات الحديثه، دي تركز عليه، الحاجات دي تركز عليه. ومثلا استخدموا لغه العصر ولا استخدموا لغه التراث، تمام، دي برضو حاجات لازم تأكد عليها. تمام. انا هوريكم دلوقتي التلخيص اللي انا كنت ملخصه. انا ملخص الادب وانا في المراجعه النهائيه. كنت عايز ورق ابيض اكتب فيه الحاجات اللي انا بقول لكم عليها، ومش ملتزم باسطول، تمام، ولكن ماليش ورق ابيض. قلت بقى استنى اما اروح المكتبه. جات لي فكره حلوه ان انا المذكره دي كانت مذكره انجليزي، مذكره انجليزي بتاعت اولى ثانوي، ما كنتش محتاجها، فلقيت فيها ورق ابيض فاسيبه يعني. كتبت فيه مثلا مدرسه الاحياء والبعث، كاتب اهم صفاتها من حيث المضمون، تمام، من حيث الشكل اهتموا بالناحيه البيانيه، آه، اهتموا بجلال الصياغة وروعة البيان. كل دي لازم تحفظها. هتقول لي احفظها كده مرة واحدة، اقول لك لا، لما انت تحل كتير وقفت مثلا قدامك سؤال، هترجع لمدرسة الإحياء والبحث هتلاقي الكلام ده مكتوب، وكل مرة هترجع هتحفظ الكلام ده كويس جدا. تمام. انت مش هتحفظه تكره صم مرة واحدة، لا، كل ما تحل ويقابلك سؤال هتيجي تبص هنا هتلاقيه كلام هيتكرر معاك من الحل الكتير والتدريب الكتير. ان شاء الله الدنيا معاك هتبقى زي الفل. وادي مدرسة الاتجاه الوجداني بتاع خليل مطران. وبرضه لازم تكتب اللغة اللي اتبعوها، تمام. دي يعني دي يعني ايه ملخصات هتعرفك يعني ازاي تلخص. انا قلت لك سمات المدرسة من حيث الشكل، من حيث المضمون، تمام، واهم الشعراء وكده. في حاجة كمان مع الأدب، دروس الأدب بيبقى عليها تطبيق اللي هي النصوص اللي موجودة عندك، تمام. أهم نصين لازم تركز عليهم، نص التكافل الاجتماعي ونص الكنيسة نورت. النصوص طبعا لازم انت تشوفها وتطبق عليها دروس الأدب، ولكن انت لو معكش وقت قلت لك أهم نصين الكنيسة نورت والتكافل الاجتماعي، دول مهمين جدا 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 وبيجي عليهم أسئلة كتير. ولو انت بتحل امتحانات شاملة هتشوف نص الكنيسة نورت دي كتير والتكافل الاجتماعي دي كتير، تمام، فركز عليهم. طيب بالنسبة لحل الأدب، بص، حل الأدب لما يجيب لك مثلا بيتين شعر، لو جاب لك بيتين شعر اعرف ان الحل في كلمة معروف. الحل في كلمة في بيتين شعر. ممكن البيتين شعر دول يكونوا معقدين اصلا وما تعرفش تقراهم حتى، ولكن هتبص هتلاقي كلمة مميزة. هتلاقي مثلا كلمة غزل، هتلاقي مثلا اهتمام بالفكر، هتلاقي كلمة بس كده هتعرفك الإجابة، تمام. يعني ايه ما تتعمقش قوي في السؤال اللي هو بسطرين. انا بقول لك طالما لقيت الكلمة اللي بتدل عن المدرسة المعينة خلاص على طول. بالنسبة بقى للأدب اللي بيكون في نص، يعني ايه بيجيب لك نص كبير أبيات شعرية كتيرة، تمام. أول حاجة تبص عليها هو اسم الشاعر. اسم الشاعر لو أنت عرفته هتعرف اسمات المدرسة وسهل عليك حاجات كتيرة جدا. طيب بعد ما عرفت اسم الشاعر تقرأ الأسئلة من غير ما تبص على الإجابات. تقرأ الأسئلة من غير ما تبص على الإجابات. بعد ما قرأت الأسئلة اطلع بقى اقرأ النص. لقيت مثلا كلمة مميزة للمدرسة دي حط تحتها خط، مثلا في قافية مزدوجة حط تحتها خط، في صور بيانية كتير، في جناس كتير، في حسن تقسيم كتير، يبقى دي برضو اهتمام بالصور البيانية، يبقى انت كده عرفت انها تبع المدرسة الكلاسيكية، وهكذا، تمام. بعد ما تخلص بعد ما تخلص حل وتظبط الدنيا وتقرا النص وتفهمه، تمام، هتتفرج على مدرس بيحل. طب بس انت مثلا لقيت نفسك غلطت في النقطة دي، طيب النقطة دي شكل السؤال وفكرة السؤال ان شاء الله لو جات لي تاني مش هغلط فيه، تمام. فبالتالي انت في الحل اغلط كتير براحتك، وانت بتحل كده مع نفسك اغلط كتير براحتك، بس المهم النمط اللي تغلط فيه تحاول على قد ما تقدر المرات الجاية ما تغلطش فيه تاني، تمام. نكمل كلام بقى عن النص. النص فيه سؤال بلاغة. قلت لك اهم اسئلة في البلاغة الاستعراض، التشبيه، هتلاقي العلاقات برضو مهمة جدا. هتقول لي طب الأساليب اللي هو الغرض من أسلوب النهي والاستفهام والتعجب والحاجات دي، أقول لك دي بالفهم وبالتعود برضه. ما تروحش مثلا تحفظ ده ممكن أسلوب الاستفهام يكون غرضه التعجب، ممكن يكون غرضه التهكم أو السخرية، ممكن يكون غرضه النفي. ما تروحش تحفظ الحاجات دي أنت لو فهمتها هتعرف تحل وتطبق عليه. وفي فيديوهين مهمين جدا عن البلاغة لو أنت عايز تلم البلاغة. كان في فيديو لمستر رضا الفاروق كان لامم البلاغة كلها من اول اولى ثانوي لحد تالتة ثانوي.
البتاع ده يعني لامم كل البلاوي، مش هتحتاج غيره حرفيا. كان في فيديو برضو لمستر محمد صلاح لو انت حبيت تسمعه، بس الاهم كان فيديو مستر رضا الفاروق، كان كبير وشامل كل حاجه. طيب انت دلوقتي عرفت نمط الاسئله اللي انت غلطت فيه، ظبطت حل النصوص، ولكن في كلام في النص مثلا انت مش فاهمه، كلمه في النص انت مش فاهمها، تقوم مثلا جايب معناها في المعجم او تسال فيها الاستاذ بتاعك، كراسه تكون مخصصه للمعاني تكتب فيها المعنى ده، وكل ما تكتب معنى جديد تقرا المعنى اللي انت كنت كاتبه، هتفرق معاك جدا جدا جدا. تمام. لان الامتحانات الشامله بتبقى متوقفه على كلمه، ممكن كلمه اصلا لو انت مش فاهمها تحس ان انت مش فاهم البيت خالص، ولو فهمتها القصيده كلها تتحل. فمش هتخسر حاجه، كلمه صعبه قابلتك سواء انت بتحل ادب سواء انت بتحل نصوص، اكتبها في كراسه بعد ما تعرف معناها. تمام. طيب بالنسبه للقراءه المتحرره برضو مش هنختلف في القراءه المتحرره. القراءه المتحرره برضو هتقرا الاسئله في الاول من غير ما تبص على الاجابات عشان ما تتلخبطش. تمام. تطلع تقرأ القطعة. تمام. هتقرأها قراءة سريعة كده في الأول. تمام. هتعرف بس الأحداث بتدور حوالين إيه، وبعد كده تقرأها بقى قراءة متأنية. تمام. ولما تبص على الأسئلة مثلا هتلاقيه جايب لك يقول لك الفقرة التالتة فيها مثلا علاقة كذا، الفقرة التالتة عايز فيها سؤال كذا. تمام. برضه هترجع تقرأ الفقرة التالتة دي تاني. تمام. وكل ده يعني مش هياخد منك وقت كتير، أهم حاجة تقرأ بتمعن بتمعن بتمعن، وتفهم كل كلمة. ولكن في الأول زي ما قلت لك اقرأ الأسئلة من غير ما تبص على الإجابات، عشان لو بصيت على الإجابات هتلاقي الإجابات شبه بعضها وأنت ممكن تتلخبط وأنت بتحل. لا، اقرأ الأسئلة بس، شوف هو عايز منك إيه. ممكن أصلا الأسئلة تفهمك القطعة دي بتتكلم عن إيه أو النص ده بيتكلم عن إيه زي ما قلت لك. طيب بالنسبة للقصة، القصة أنت بس لازم تكون عارف الأحداث، تسمع ملخص للقصة، تقرأ ملخص للقصة، المهم تكون عارف كل الأحداث اللي فيه. عشان شكل الأسئلة في القصة دلوقتي بيبقى عامل إزاي؟ بيجيب لك كلام لشاعر تاني ويقول لك مثلا قارن ما بين الموقف بتاع الشاعر ده وموقف طه حسين من قصة الأيام مثلا. تمام. فبالتالي لازم انت تكون عارف الأحداث عشان تعرف مثلا طه حسين عمل ايه، ولما تعرف الشاعر ده عمل ايه وتعرف تقارن. بيكون سؤال سهل جدا يعني ما تقلقش. أنا حاسس إن أنا طولت عليكم في الفيديو ده، إن شاء الله بإذن الله هعمل لكم فيديو تاني عن الأخطاء اللي أنا يعني وقعت فيها عشان ما تكرروهاش بإذن الله، وهحكي لكم يعني قصة واحد صاحبي. مش هحرق لكم القصة، بس أنا بس هعرفكم إن توفيق ربنا يعني لازم تحطوه قبل أي حاجة. واحد صاحبي هو معايا دلوقتي في طب المنصورة. تمام. بيقسم لي بالله إن هو كان ضايع في العربي، ما بدأش يفهم عربي أو ما بدأش يذاكر عربي غير بعد رمضان. ومش هتصدقوا جاب في كام؟ جاب فيه 79. المادة اللي هو كان خايف منها أصلا وبيقول إن أنا هتجدع في المواد التانية عشان العربي هينقصني، العربي هو اللي دخله طب. فانتوا يعني هحكي لكم القصه باستفاضه الحصه الجايه واقول لكم هو عامل ايه ولحق نفسه ازاي، واكلمكم برضو عن اخطائي. معلش الفيديو طول، ولكن والله الفيديو ده هيفيدكم جدا جدا جدا. ما تنسوش تصلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم وتشتركوا في القناه، عايزين يعني عدد المشتركين يزيد كده والقناه تكبر باذن الله. ودمتم بخير.